بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله ميعادنا النهارده مع اولى فيديوهات المراجعه. اللي عايز حاجه في الشرح يراجع فيديوهات الشرح القديمه. ان شاء الله النهارده هنحل بس اللي قاعد بيسمع وما كان واقع في حاجه في الشرح ان شاء الله احنا هنحل، وانا بحل هشرح بعض الجزئيات. فهطلع كده بالسؤال بره كده على صفحه بيضاء زي اللي ورايا كده بالظبط، واشرح لك السؤال جه ازاي، فهتفهم ان شاء الله وانا بشرح السؤال باذن الله. بسم الله توكلنا على الله. كده ورايا كده جمله جميله قوي، يا ريت كده تكتبها في ملزمتك كده وانت قاعد في كشكولك كده وانت قاعد. التاخر لا يعني الفشل. انا ممكن اكون متاخر، انا ممكن اكون قصرت في المذاكره، انا ممكن اكون عدى عليها شهر واثنين وثلاثه ودخلت دلوقتي على نهايه الترم الاول وانا مقصر شويه في المذاكره، لكن ممكن اكون الفتره الصغيره دي اعمل فيها اللي ما اتعملش في الشهرين ثلاثه. ربما تاخيرك ان شاء الله، ربما تاخيرك يعني الاستعداد لانطلاقه عظيمه. ربما تاخيرك يعني الاستعداد لانطلاقه عظيمه. انت قدها، حاول. هتخسر ايه؟ ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، وربنا يحقق احلامكم، واهلكم نفسهم يفرحوا بيكم. اتعب معلش، يلا شهر الاخير ده كده شده جامده. اللي تعبان طول الترم محتاج شده جامده عشان يختم بشكل حلو، واللي ما تعبش محتاج شده جامده قوي قوي عشان ربنا يوفقه. مش هطول عليك، ان شاء الله دلوقتي ميعادنا مع فيديوهات حل امتحانات كتاب الامتحان. اتمنى يكون معاك لا اما كتاب، لا اما ملف PDF، لا اما جاهز بورقك، جاهز بقلمك، جاهز بآلتك الحاسبه، قاعد مستعد. ربنا يوفقكم. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله يا جماعه. الامتحان الاولاني في كتاب الامتحان. اول سؤال: كرة نص قطرها 1.7 سنتي. 1.7 سنتي. طيب ادي اول حاجه، ده بالسنتي، والاجابات كلها بالمتر، يبقى لازم احول. اعمل ايه؟ هضرب في 10 أس -2. هضرب في 10 أس -2. طيب كده نص القطر ده اللي هو R، ايوه، بيساوي 1.7. ايوه، بس اتفضل اضرب ده في 10 أس كام؟ -2. يبقى مساحه سطحها كام؟ مساحه سطح الكره، انا ما عنديش مساحه سطح الكره، ما هو اديك القانون اهو، الراجل ابن حلال هو اداك القانون. هتعمل ايه سيادتك؟ هتبقى المساحه دي بتساوي 4 باي، على حسب، يلا على حسب، 4 باي في R تربيع. الار بقى مش 1.7، لا، دي 1.7 في 10 أس -2، وطبعا الكل هيبقى تربيع. آلة حاسبة يساوي عشان تطلع الإجابة تقريبا معاك ج. ملحوظة يا جماعة كده في أول الأسئلة، ممكن حد يجيب الإجابة ج وتبقى عنده صح، بس يقول لك إيه ده ما طلعتش معايا، مكتوب عندك بشكل مختلف. يعني ممكن تكون مكتوب عندك مثلا فين ج اهي، ممكن مثلا تكون مكتوب عندك بدل ما 3.6، لا ممكن تبقى مكتوبه 36 بس في 10 أس -4. هي آلتك بس غير الآلة الحاسبة اللي الراجل بتاع كتاب الامتحان اشتغل منها، ما تزعلش يعني. أو ممكن تبقى مكتوبة 36 من 100 بس في 10 مثلا أس -2 مثلا يعني. بس فرجاء بس إيه، ما تتخضش يعني. ماشي يا جماعة؟ السؤال اللي جاي سؤال مشهور جدا. قذفت كرتان A و B رأسيا لأعلى من نفس المستوى. واحد معاه كرتين، كرة A كرة B، وقام حادفهم لفوق، دوب لفوق من نفس المستوى، بحيث قذفت الكرة A بسرعة ابتدائية ضعف السرعة الابتدائية للكرة B. أنا معايا A ومعايا B، حذفت B بسرعة وحذفت A بسرعة أكبر الضعف. الكرة A عشان حذفتها بسرعة أكبر الضعف تروح لارتفاع أكبر 4 مرات. الإجابة هتبقى ج. طب ليه يا مستر؟ متفكرني والنبي. حاضر، عشان المعادلة الثالثة اللي أنت حافظها كويس جدا، اللي هي V تربيع، أيوه، VF تربيع ناقص VI تربيع، أيوه، بتساوي 2GD. إيه يا مستر دي؟ دي المعادلة الثالثة اللي شغالين بيها كتير جدا والناس المفروض إنها حافظاها. ماشي، مالها؟ المهم حبيب قلبي، لو خدت منها 2، خدت منها كده الفي اف تربيع والدي، طبعا علما بان مثلا بدايتك واحده والجي مقدار ثابت، فيبقى الفي تربيع والدي علاقه طرديه كده يا باشا. يبقى الفي تربيع طردي مع الدي. معنى كلامي ان كل ما السرعه دي تزيد للضعف، سامع كلامي كويس؟ تزيد للضعف، ايوه، ولسه هتربع الضعف ده عشان في تربيع فوق، يبقى كام؟ 2 تربيع الاثنين كام؟ 4.
كده معناها على طول ان الجنب الثاني اللي هو الدي اللي هو الارتفاع زاد كم مره؟ 4 مرات. يبقى لما السرعه تزيد للضعف الارتفاع زاد كم مره؟ 4 مرات. السؤال اللي جاي سؤال مهم جدا. عايزين النسبه بين عجلتين تحرك الجسم A والجسم B. الجسم A والجسم B يمكن تكون رسمه مش واضحه شويه. هو المفروض انت معاك الكتاب فالمفروض توضحها شويه كده معايا. بصوا يا جماعه اهي كده واضحه شويه. ها A و B. هو مديك الزاويه اللي جوه الحلوه دي 15 والزاويه دي كده 30. كده باينين. عايزين نسبق طبعا دي سرعه على زمن فالميل يديك عجله. فانت لو عايز عجله A على عجله B من الاخر انت عايزني اجيب الميل على الميل وبالترتيب اللي قاله الميل بتاع A على الميل بتاع B. حاضر. الميل ده يساوي ايه؟ فرق الصاد على فرق السينات. ما عنديش ارقام يبقى تروح تجيب التان. حاضر. تروح تجيب التان على التان. تان مين بقى على تان مين؟ يلا يا مان حبيب قلبي استعنا بالله. بالنسبه لايه اهي ايه بتميل بزاويه كام على السينات؟ بزاويه كام على الافقي؟ 30. بص الخط البرتقالي الجميل ده 15 و30 دول كام؟ 45. وحبايبي اللي في اولى ثانوي لغايه دلوقتي بيكتب 45 والقوس مفتوح كده. اقفل بعد اذنك. اقفل بعد اذنك. قفلت؟ كمل حبيبي. طب اقسم بقى على بي اهو كام الزاويه الجميله دي كده؟ 30. بس آلة حاسبه وطلع الاجابه. آلة حاسبه وطلع الاجابه. تقريبا دي هتطلع جذر 3. جذر 3. السؤال اللي بعده. لو كان الاي بيساوي كذا والبي بيساوي كذا فان مقدار A زائد B. عايزني اجمع A وB من عيني حبيبي. حاضر اجمعهم لك بس استنى بس. اجمع ازاي لما انت مديني الاي بالمتر ومديني السي بالسنتي؟ ما ينفعش اجمعهم مع بعض. حول لا اما ده لده لا اما ده لده. ماشي. تعال نحول كده سنتيمتر لمتر عشان دي الاجابه الصح. حول من سنتيمتر لمتر. اضرب دي في 10 والسالب 2. اضرب 80 دي في 10 والسالب 2 تطلع 8 من 10. واضرب 2 دي في 10 والسالب 2 تطلع 2 من 100. يلا بقى كده اجمع وانا قلبي مستريح يا باشا. كده اجمع وانا قلبي مستريح يا باشا. ما عنديش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش هجيبها لك تاني اهي. اكبرها لك شويه. نكبرها لك شويه. اوضحها لك شويه. ايوه الكلام اهو. الكلام جه اهو. معلش بس اسفين معلش. طب احنا حولنا خلاص. ايوه ال 80 بقت 8 من 10 والاثنين بقت 2 من 100. اجمع كده 2 و8 من 10 تبقى 2 و8 من 10 و2 من 100 و1 من 100 يبقى 3 من 100. الاجابه د. السؤال اللي جاي. تحرك جسمين من السكون في خط مستقيم مسافه دي بعجله منتظمه. فاذا كان زمن تحرك الجسم الاول 3 امثال زمن تحرك الجسم الثاني. بس لو كان زمن الجسم الاول بيساوي 3 امثال الجسم الثاني. ماشي. فان النسبه بين العجله بتاعت الجسم الاول على العجله بتاعت الجسم الثاني كام؟ حاضر. ايه العلاقه اللي بين العجله والزمن؟ علاقه عكسيه مع مربع الزمن. جبت الكلام ده منين؟ اهو المعادله الثانيه دي بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. صح. الجسم ماشي في خط مستقيم بدأ من السكون وعشان بدأ من السكون تبقى البداية دي بكام؟ بصفر. صح. كده بقى عندك الدي بتساوي نص اي تي تربيع. تمام. صح. عايز علاقة بقى دي ثابتة. الاي والتي تربيع دول جنب بعض. خد الاي من هنا تيجي هنا. اهي بقت في المقام. تيجي من البسط في المقام. كده يا معلم شلت الايه. كده يا باشا العقبال عندك بقت التي تربيع في البسط والايه في المقام. تبقى علاقه ايه؟ عكسيه. يعني انت لو عايز علاقه بين الايه ثانيه واحده اجيبها لك اهي. عايز علاقه بين الاي 1 والاي 2 عكسيه. A1 A2 تبقى الناحيه الثانيه T2 T1. صح. عكسي. A1 خدتها في ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي.
س وصاد لو طردي مع بعض 1 2 1 2. طب لو عكسي 1 2 2 1 اهو 1 2 2 1 حبيبي. بس ناقص حاجه، بس هنا التي تربيع، يبقى هنا التي يا جماعه ها تربيع يساوي. شايف الزمن تحت ده؟ ده الزمن الاول. الزمن الاول قد الثاني كام مره؟ 3. فنشيل ده ونكتب 3 بس هتربع تبقى كام؟ 9. الاجابه 1 على 9. شرحتها بسرعه لاني لسه شارحها في الفيديو اللي قبل ده، اتفرج عليه على اليوتيوب مفتوح كده، روح اتفرج عليه. خلاص قلتها بسرعه كده وعديتها. يلا. قذفت الكره الاعلى بزاويه في اي وباتجاه يصنع زاويه سيتا مع الافق عندما تصل الكره لاقصى ارتفاع. لما تروح لاقصى ارتفاع يبقى يا ترى السرعه المحصله بكام والعجله بكام؟ اولا السرعه المحصله مش بتساوي صفر، الاجابه د. مستر السرعه بيقول لك اقصى ارتفاع، مش عند اقصى ارتفاع السرعه النهائيه بصفر، السرعه النهائيه الراسيه. يعني ايه؟ هيبقى قلبي انت لو عندك جسم محذوف كده اهو، واحد صاحبك بص هناك اهو، واحد صاحبك اهو، واحد صاحبك اهو، واحد وانت واقف هنا اهو، انت اهو واحد صاحبك اهو وانت مسكت حجر وقمت مديله اوب 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 في دماغه، في دماغه عشان يحرم يشتني ويجري تاني. بص، وانت بتحدف بسرعه خارجه من ايدك بسرعه اسمها في اي، بتتحلل تبقى سرعه افقيه في اي اكس وتبقى سرعه راسيه في اي واي. طول ما انت طالع بقى عندك افقي وراسي افقي وراسي افقي وراسي، عند اعلى مكان في افقي ومفيش راسي في، يبقى السرعه المحصله موجوده لان في افقي، صح كده؟ طيب ماشي. طب والعجله؟ ما هو طبعا في سرعه يبقى في عجله، بس هنا السؤال ما سالش ما وضحش هي العجله الافقيه ولا العجله الراسيه. هي كده كده في كده الحالتين مش هتساوي صفر، لان العجله بتبقى تغير في السرعه. خدت بالك؟ العجله تغير في السرعه، يعني بفرض ان السرعه النهائيه بصفر، ما هو التغير في السرعه يعمل عجله، وبالتالي دايما العجله مش بصفر. انت اكيد عندك عجله، فالاجابه مفيش عجله بتساوي صفر. ماشي اوكي. العجله تساوي صفر لو الجسم عنده سرعه ثابته، دي العجله الافقيه، لان السرعه الافقيه دي ثابته 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 ثابته، يبقى العجله الافقيه بصفر. هو هنا العجله دي الراسيه، وبالتالي يبقى العجله دي مش بتساوي صفر. السؤال اللي جاي ابعاد. يا بقالنا كتير ما شفناش الابعاد دي يا اخي. لو كانت صيغه الابعاد للكميتين اكس وواي هي ال تي سالب 1 وزد هي ال سالب 2، ماشي. هو اداك الاكس دي، اداك الاكس دي، واداك مين كمان؟ واداك الزد، وعايز الكي. حاضر. بص يا باشا، بيقول لك ان في معادله اسمها اكس بتساوي ايوه واي ايوه زائد زد في كي، واداك الزد واداك الواي، عايز الكي. حاضر. بص يا مان، بس مبدئيا كده، اولا معادله الابعاد بتاعت الطرف اكس اللي على الشمال ده ال سالب 1، دي كده ال تي سالب 1، يبقى اكيد الجنب الثاني اللي هو الواي ال تي سالب 1، ويبقى اكيد الجنب ده كله اللي هو زد كي ال تي سالب 1. ما طالما الجنب اللي على الشمال ده سرعه، يبقى الجنب اللي على اليمين ده برضه ايه؟ سرعه. سرعه بتساوي سرعه. حتى في زائد 2 زائد يا عم 4 زائد، لازم يبقى كل ده سرعه. خلاص كده يبقى الزد كده بتساوي الاكس، كده يبقى الزد كده بتساوي الاكس اللي هي مين؟ السرعه يعني. تعالى بقى حبيب قلبي، يلا ساوي دي بقى يا باشا بالسرعه، يلا استعنا بالله. كده يا معلم الاكس دي اللي هي ال تي سالب 1 بتساوي الزد اللي انا ما اعرفهاش مضروبه في اسف انا معلش الزد اعرفها يا اخي، يا اخي الزد اعرفها يا اخي. الزد ادهاني كام؟ ال تي سالب 2 مضروبه في الكي بقى اللي انا ما اعرفهاش. حبيب قلبي انا عايز الكي، عليا النعمه. ممكن بس اقف كده ثانيه؟ لا اقف انت، وقف الفيديو، هات لي الكي دي بكام؟ يلا اقف انت، يلا هات لي الكي دي ابعادها تبقى ايه؟ طبعا حبيب قلبي كده بعد ما وقف الفيديو ورجع لي دلوقتي هيشيل ال مع ال عايزين الكي. خد تي سالب 2 دي هنا مضروبه، تيجي هنا ايه؟ مقسوم. اللي قاعد مش عارف حاجه في الحساب، الواد اللي داخل ادبي السنه الجايه ده وبيقول لي يا مستر والنبي بالتفصيل كده عشان انا حمار في الحساب، تعالى يا عم الحمار تعالى،
هتقسم الطرف ده على ت سالب 2 عشان تروح دي مع دي، وتقسم الطرف ده كمان برضو على ت اس كام؟ سالب 2. كده بقت الكي لوحديها بتساوي كام؟ ت سالب 1 على ت سالب 2. طبعا ت سالب 2 تطلع فوق تبقى كام؟ 2. 2 وانت عندك سالب 1، 2 ناقص 1 اتبقى كام؟ 1، يعني اتبقى تي. الاجابه تي. ممكن تلاقي في الامتحان مكتوبه تي، ممكن يقول لك وده زمن ولا سرعه ولا حاجه، تقول له مين؟ زمن. السؤال ده قديم سهل لذيذ. السؤال اللي جاي 8. الجسم الذي يمكن، بص بقى السؤال يمكن، لان انا ما اقدرش اجزم باي اجابه من الاربعه دول صح لو كان ما قالش كلمه يمكن دي. مين الجسم الذي يمكن ان يكون متحركا بسرعه منتظمه يمثله الشكل الاتي؟ اولا سرعه منتظمه دي يعني محصله القوه بصفر. سرعه منتظمه دي يعني عجله بصفر. اسمع كلامي واكتبه. اسمع كلامي وانت قاعد، لا اما مساله فتقوم واقف وموقف الفيديو وبتحل، لا اما عمال اديك كومنتات عمال تكتب معايا. ركز معايا بالله عليك. ومعظم المدرسين بيحطوا امتحانات في المدارس بتوع الموجهين بيبصوا على كتاب الامتحان، ولو ما حطش منه بشكل مباشر بيحط بشكل غير مباشر. فركز معايا بالله عليك، قلمك وجاهز كده. يلا. العلم بقى يجي لك لغايه البيت، العلم بقى يجي لك لغايه البيت. احنا كنا بيطلع عينينا كده عشان نروح ناخد معلومه، جات لك اقعد بقى يلا وركز. عشان سرعه منتظمه يبقى اكيد العجله بصفر، يبقى اكيد القوه بصفر. ماشي، هنشيل الف مش معانا. ليه؟ عشان القوه دي والقوه دي عكس بعض يلغوا بعض، اتبقى واحده. ماشي اوكي. هنشيل دي، دول مش عكس بعض خالص، الاثنين بس مش عكس بعض. ماشي، اتبقى الاثنين دول. ماشي، هنشيل دي ليه؟ عشان دول الثلاث قوة كلهم كده في جنب واحد، اكيد الجسم ده هيمشي في جنب منه كده او بين البنين فيهم بالتوقع من غير ما يديني امثله. ماشي، مفيش غير دي، يبقى هي دي. وبالذكاء كده وبالتقريب، بالتقريب هو قال لك يمكن هما الاثنين دول متعامدين، فالمحصله بتاعتهم بينهم دي تطلع قوه شكلها كده قدام دي، فبقوا قوتين بيساووا بعض وعكس بعض. شكرا كده، احتمال تبقى الاجابه مين؟ ج. احتمال. اذا هي شغال معاك على الاحتمالات. يمكن ما تتخضش لو ما لقيتش ارقام في المساله، وان كان لو في ارقام يبقى افضل. يعني قال لك دي 100 ودي 100 ودي 100، انا اعرف ال 100 دي تشيل ال 100 دي تبقى 100. طب دي 100 ودي 100 واداك زاويه، مش دي كده، ارقام تبقى افضل طبعا. استعنا بالله. السؤال رقم 9. يتسابق طالبان في خط مستقيم، فإذا كانت السرعة متوسطة للطالب الأول 4 متر كل ثانية. أدي السرعة المتوسطة للطالب الأول، والسرعة المتوسطة للطالب الثاني 5 متر كل ثانية. أدي السرعة المتوسطة للطالب الثاني. ووصل الطالب الثاني قبل الطالب الأول ب5 ثواني. 2 بيجروا، واحد فيهم وصل قبل الثاني ب5 ثواني. كده بقى في عندي فرق في الزمن. كده بقى في عندي فرق في الزمن يا ولا. بص الجملة الجميلة دي، بص الجملة الجميلة دي. بص يا باشا، سؤال رقم كام؟ والله يا ابني ما انا شايف. 9 في اول امتحان. هو الراجل مديك فرق الزمن بيساوي 5. ايه ده؟ فرق الزمن، مش فرق الزمن ده اللي هو الزمن بتاع الطالب الابطأ اللي هو عمل زمن كبير، ده الطالب الاولاني. هقراها لك تاني، انت معاك البي دي اف. الطالب الاول وصل 4 متر، الطالب الثاني 5 متر اسرع، فالطالب الابطأ اللي هو الاول خد زمن اكتر، فيبقى الزمن الاكبر ناقص الزمن الاقل. ماشي، ده الزمن الاصغر اللي هو الطالب الثاني، ده الطالب الثاني، ده الطالب الاولاني. يلا يا باشا، فرق الزمن ده كام؟ 5 يساوي، هي الزمن ده بيساوي ايه؟ اي زمن في الدنيا مسافة على سرعة. اي زمن في الدنيا مسافة على سرعة. جبت الكلام ده منين يا مستر والنبي؟ جبت الكلام ده من عندي بألفه. ايه اللي جبت الكلام ده منين؟ ايه السؤال اللي يحرق الدم ده؟ ما انت عارف يا عم الحاج ان السرعة المتوسطة بتساوي ازاحة كلي على زمن كلي. انت عايز الزمن يبقى ازاحة على سرعة. قول صح، قول صح يا مستر، انا مقصر في المذاكرة وما اعرفش. اكتب ورايا القوانين، اكتب ورايا القوانين. استعنا بالله. الزمن الاولاني هيبقى ازاحه على سرعه، الازاحه اللي مشيها الواد ما اعرفهاش بس السرعه بتاعته كانت 4. طب والتاني الازاحه بتاعته برضه ما اعرفهاش، ما نفس الازاحه نفس المسافه، بس عشان كده حطيت دي ودي نفس الرمز، يعني اكنها س وس، ما نفس المجهول، الاثنين جيوا نفس المسافه، بس ده كام؟ 5. يلا يا باشا، 5 كده عامل مشترك. اسف، ال5 دي بقى زي ما هي هنا،
خد لي الاثنين دول كده، دي بره، خدت الدي بره اهي. اتبقى مين؟ اتبقى هنا 1 على 4، 1 على 4 ناقص 1 على 5، 1 على 5. يلا يا باشا، بقيت الخمسة بتساوي دي مضروبة في على حسب، يلا ربع ناقص خمس، ربع ناقص خمس تبقى 1 على 20. اتأكد، اوعى تكون بتتفرج عليا بس. وقفني يا وقفني يا واد، اقوم الفيديو يلا طلعها بقى لوحدك، طلعها لوحدك بقى، يلا يلا. خد ال 20 دي من المقام هنا مقسومه تروح هناك مضروبه، تبقى دي بتساوي كام؟ 100 يعني. بس يا معلم، ارجع لي على طول، ارجع لي على طول، ارجع لي ارجع لي ارجع لي. الاجابه دي كانت كام؟ 100. يلا 100. تحرك جسم في خط مستقيم بعجله منتظمه في خط مستقيم، في كام سرعته في نهايه الثانيه الخامسه؟ سرعته في نهايه الثانيه الخامسه 5 متر كل ثانيه. تبقى السرعه المتوسطه عندما يقطع 50 متر من بدايه الحركه كام؟ دي برضو عايزه اطلع بره. والنبي معاك المساله او سكرين شوت كده عليها واكتبها، اكتبها. تحرك جسم من السكون، البدايه بكام؟ بصفر، بعجله منتظمه في خط مستقيم، في سرعته في نهايه الثانيه الخامسه 5 متر. السرعه النهائيه بعد 5 ثواني 5 متر، تبقى يا ترى يا هل ترى، يا ترى يا هل ترى تبقى السرعه المتوسطه كام لما يقطع 50 متر؟ طيب حبيبي دلوقتي انا هو مديني السرعه بعد 5 ثواني. انسى المطلوب، فكر في المعطيات. انسى المطلوب، فكر في المعطيات. فاكرين الكلام بتاع الحصه؟ انسى المطلوب، فكر في المعطى اللي عندك. المعطى اللي عندي مديني السرعه النهائيه بعد 5 ثواني، صح كده؟ السرعه النهائيه في ثانيه الخامسه. طب ما تجيب منها العجله. ايه ده يا راجل ينفع؟ والله العظيم وحياتك عندي ينفع. بلاش الاحمر ده عشان تشوف. اقدر اجيب العجله. العجله بتساوي في اف ناقص في اي على تي. ليه؟ مش عارف، تعال نجيبها. بعد الثانية الخامسة السرعة بتاعته كانت 5، وطبعا البداية بصفر، يطلع العجلة دي بكام؟ بواحد. العجلة دي بواحد، 1 متر كل ثانية تربيع. تمام، شكرا. جبت العجلة بتاعت الجسم. طب أنا عندي العجلة، أقدر أجيب الجسم ده مشي قد إيه إزاحة بعد 50 متر؟ بعد هو عايز كام؟ 50 متر. نقدر نجيب السرعة النهائية كام؟ سهلة. السرعة بعد 50 متر اللي هي مستر، عشان اجيب السرعة المتوسطة، ما السرعة المتوسطة دي في اف زائد في اي على 2. كده كده الفي اي دي بكام؟ بصفر، الاتنين تنزل اهي. يا ترى السرعة النهائية بعد 50 متر تبقى كام؟ يا ابن الايه، برافو عليك يا مستر. يلا هاتها انت بقى يا مستر، ما تجيبها انت جيبها انت يلا. في اف تربيع ناقص في اي تربيع يساوي 2 اي دي بكام يا معلم؟ بصفر، بتساوي 2 في العجله بواحد في دي 50. 2 في 50 بكام؟ ب 100. خد لي الجذر بتاعها عشان دي مش في اف، دي في اف ايه؟ تربيع. تطلع يا حبيب قلبي الفي اف دي بكام؟ ب 10. هات لي بقى العشرة الحلوة دي، يلا عوض لي بيها هنا. 10 على 2 تطلع الإجابة كام؟ 5. 5 متر كل ثانية. حلوة حلوة. نبي وانت قاعد في امتحان كده هتقول ايه ده؟ انا شفت المسألة دي قبل كده وشفت دي قبل كده. هم دول هيبقوا شبه دول، ما كانوش دول يبقوا شبه دول. الإجابة دي 5 يا مان. 5 يا مان، علم يا مان. 5، برافو عليك. أي العمليات الرياضية التالية لمتجهات عملية إبدالية؟ الجمع إبدالي والضرب القياسي. لما أضرب A في B زي ما أضرب B في A. الضرب القياسي من اسمه قياسي، عايز مقدار بس. الإجابة G. طب الطرح لأ، الاتجاهي لأ، الاتجاهي لأ. السؤال اللي جاي سؤال حلو. المنحنى الجميل ده، معاك طوبة كده وقمت حادفها. الطوبة اهي، طوبة ماشية ماشية، عدت على ام، عدت على ان، نازلة عدت على بي، وبادئة منين؟ من او. يا ترى يا هل ترى اي النقاط الآتية فيها سرعة أكبر؟ عايزين نرتبهم حسب السرعة. طبعا أول ما الجسم خرج من ايدي عمل سرعة أكبر شوية. فين ده؟ او ده أول واحد. اطلع 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 ام. استنى، في واحد قبل ام اهو، بي.
بي. بس ده بي وانا نازل. ايوه، ما السرعات لما تنزل في نفس المكان في نفس المستوى يبقى نفس السرعه، يبقى بي. يبقى الاقرب للارض اسرع. الاقرب للارض اسرع. حلوه الجمله دي. طول ما انت اقرب للارض انت اسرع. البي اقرب. ها وبعدين مين؟ الام. وبعدين مين؟ الان. الاجابه اتفضل وبعدين بي وبعدين ام بعدين ان. سؤال من عندي، سؤال زياده من عندي. اي النقط دي، او رتب لي النقط دي حسب السرعه الافقيه. مين فيهم اكبر؟ اكبر في الافقيه او بتساوي بي بتساوي ام بتساوي ان. ايه ده؟ الافقيه بيساووا بعض. حلو. ليه؟ ما هي الافقيه ثابته ثابته ثابته. طول ما انت طالع السرعه بتقل، طول ما انت نازل السرعه بتزيد. السرعه الرأسيه بتقل وانا طالع، والسرعه الرأسيه بتزيد وانا نازل. اما الافقيه ثابته ثابته. فممكن تقول لي ان كلهم بيساووا بعض لو بتتكلم عن الافقي. ماشي 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 حبيبي. يلا السؤال اللي جاي. عايز الازاحه الكليه للشكل ده كام؟ طيب الناس طبعا عارفين كويس ان اي علاقه بين الازاحه والزمن يروح يجيب المساحه المظلله. هنا عندك مساحتين، واحده فيهم في الربع الموجب والثانيه فيهم في الربع السالب، تبقى المحصله كام؟ دول بيساووا بعض، المحصله صفر. ثم بيني وبينك بيقول لك في السؤال واحد حدف حاجه لفوق. ده القلم في ايدي، ده اللي انا شغال بيه ده. مسكت كده القلم ده وطلعت لفوق، طلع لفوق ونزل لايدي، عمل ازاحه كام؟ ما هو بدا من ايدي ورجع لايدي، الازاحه كام؟ صفر. بالذكاء كام؟ صفر. بالرياضه هتجيب المساحه دي تجيب المساحه دي، بس واحده في الموجب واحده بالسالب، فتبقى الازاحه بكام؟ بصفر. السؤال اللي جاي. متجه ايه؟ المتجه ده المحصله بتاعت A و B المحصله بتاعتهم عموديه على المتجه B. طيب اولا يا جماعه والنبي بس نكبر دي شويه كده، نكبر دي شويه. خليك معايا بالله عليك، خليك معايا بالله عليك. بسم الله يا عم انزل بقى، انت رايح فين؟ ايوه كده. كام الزاويه الحلوه دي؟ 150. هو انا لو اقمت من هنا عمود، ليه؟ هو اللي قال لك فيه هنا عمود، العمود ده المحصله. ماشي. محصله الايه والبي عمودي كده. ماشي. عمود يعني الزاويه دي كام؟ 90. طب لو خدت 90 من ال 150، لو خدت 90 من ال 150 اتبقى الزاويه دي كام؟ 60. طيب ممكن استاذنك بعد اذنك اذا كان يعني ما عندكش يعني اي حاجه تضايقك، ممكن استاذنك نحلل المتجه ايه؟ تحلله ازاي؟ لمتجهين، واحد افقي والتاني راسي. ما عنديش زوايا، ما زاويه 60 اهي. صحيح. لو الزاويه دي 60 ممكن تقول لي تبقى الزاويه دي هنا كده كام؟ 30. يلا حلل بقى، حلل. جيب التمام مطرح ما تنام. ايه؟ جيب التمام مطرح ما تنام. جيب التمام ده كوزين يا ولد. حط الكوزين مطرح ما الزاويه موجوده. ماشي. حط الكوزين مطرح ما الزاويه موجوده. اهي اهي اهي. انا هشتغل على ال 30 وعلى 60 اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. انا هشتغل على ال 30. حاضر. يلا اشتغل على ال 30 يا مستر، وريني كده هتعمل ايه. استعنا بالله استعنا بالله استعنا بالله. بص يا مان، هنا المتجه ده لو حليناه هنا يبقى ايه؟ كوزين 30. ولو حللناه هنا هيبقى ايه؟ ساين 30. واحده كوزين والثانيه ساين. طب ال 60 دي لازمتها ايه؟ ولا ليها اي لازمه؟ لو عايز تحلل على ال 60 يبقى الايه ده، يبقى هنا دي الكوزين 60 ودي ساين 60 وهي. طيب بما ان الجسم في حاله اتزان وبما ان القوه دي كده بتاعت الايه اللي هي ايه ساين دي كده مع العمودي ده تمام، يبقى اكيد القوه دي بتساوي دي. اكيد الجسم في حاله اتزان، فيبقى اكيد دي بتساوي دي. يعني انت عايز تقول ان الايه كوزين 30 دي لازم تكون بتساوي اللي قدامها دي اللي هو الكام؟ الثلاثه. يبقى انت مسكت الايه حللته، واحده افقي والثانيه ايه؟ راسي. الرأس دوت ضاع، مالكش دعوه بيه، ده مع المحصله. تمام. فاكيد عشان تبقى المحصله كلها بتساوي بعض لازم يبقوا الاثنين دول يساووا بعض. ما هو لو دول بيساووا بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه يلغوا بعض، صح؟ اتبقى ده، وهو بيقول لك المحصله ده.
يبقى انت حللت ده الاثنين افقي وراسي، الافقي ده لازم يلغي ده عشان يتبقى المحصله. عشان يتبقى دي لازم ده يلغي ده، يبقى لازم ده يساوي ده، تبقى الايه دي بكام؟ خد لي كوزين 30 هناك مقسوم عشان تطلع الاجابه ب. تاني؟ لا مش تاني، انا بس قدامك كده بس قبل ما اسيبها دي وامشي. المقدار ده كده هنا مضروب، خد لي كوزين 30 دي وديها هناك، تبقى الايه بتساوي ايه؟ التلاته هي زي ما هي آلتك الحاسبه، خد كوزين 30 هنا اهي كوزين 30 آلة حاسبه تطلع الاجابه ب. رب تكون حبيبي ركز معايا في السؤال كويس. السؤال اللي جاي، واحد بيقيس سرعة سيارة ماشية في خط مستقيم بسرعة منتظمة وزمن حركتها كذا والمسافة والسرعة كذا. يلا حبيب قلبي، عايز ايه؟ عايز المسافة، عايز المسافة. قول له حاضر. احلها قدامك انا مش هقلب الورقة. يلا بكده، واحد، ما تروح تجيب المسافة الحقيقية. اجيبها ازاي؟ سرعة في زمن. فين السرعة الحقيقية؟ 25. فين الزمن الحقيقي؟ 1. الرقم اللي على الشمال 25 في 1 يطلع 25 متر. يلا يا مان، انت كويس يلا. الخطوة التانية والخطوة التالتة، ما تجيب لي الخطأ النسبي الأول بتاع السرعة وتجيب لي الخطأ النسبي الثاني بتاع الزمن. حاضر. اعمل ايه يعني؟ دلتا اكس على اكس او. طب والتاني دلتا اكس على اكس او. اقسم الصغير على الكبير، اقسم الصغير على الكبير. اول واحده اقسم نص على 25 يطلع 2 من 100. نص على 25 2 من 100. اول واحده. يلا نص على 25 يطلع 2 من 100. اللي بعديها 1 من 100 على 1 يطلع 1 من 100. الخطوه الثالثه حبيب قلبي، خد فاصل كده هنا، يلا فاصل كده كبير. الخطوه الرابعه كده حبيب قلبي، الخطأ النسبي الكلي كام؟ هات النسبي الاول زائد النسبي الثاني. طب واحد كان 1 من 100 والثاني كان 2 من 100. اهو 2 من 100 و1 من 100 اجمع يطلع كام؟ 3 من 100 يعني. طبعا عمال اغني الاغنيه عشان حبيب قلبي انا شارح الكلام ده في فيديو بالتفصيل ساعه ونص ساعتين، اتفرج عليه لو انت واقع، لو انت مراجع وكويس قاعد شغال معايا وعامل دماغ فيزياء. يلا اللي بعدين يا جماعه، الخطوه الخامسه والاخيره، عايزين نجيب الدلتا اكس. الدلتا اكس تساوي ار في اكس او. اول خطوه في اخر خطوه. اول خطوه اللي هي المسافه الحقيقيه كام؟ 25. 25 اضرب فيه 3 من 100 عشان تطلع الاجابه 75 من 100. 75 من 100. تعرف بقى تلخص الكلام ده كله تبقى انت حبيبي. تحطه ازاي؟ تعمل له كده تقول له بص يا عم الحاج، المسافه اللي انت عايزها، ايه اللون الغريب ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، شكله يسد النفس. ايوه اهو موجب وسالب كده يا معلم. كام الحقيقي اللي انت جبته؟ 25. كام الخطأ المطلق اللي انت جبته؟ 75 من 100. حط التمييز. ايه يا مستر ده 5 خطوات ودي 6 خطوات؟ ده انا زهقت. معلش اسمع الفيديو تاني، معلش اسمعوا الفيديو تاني، معلش متزهقش، او بيني وبينك اعملها لوحدك، ودي خطوات محفوظه يا معلم. حاضر. الشكل المقابل يوضح صندوق يتحرك افقيا. انا مش شايف من النور خابط في وشي، هبعد كده. ايه كده معايا؟ الشكل المقابل يوضح صندوق يتحرك افقيا بسرعه منتظمه على سطح عديم الاحتكاك تحت تاثير قوتين، فاذا اراد تقليل القوه F2. ده ماشي بسرعه منتظمه. سرعه منتظمه دي يعني مفيش عجله، يعني محصله القوه بصفر. تمام، محصله القوه بصفر، يعني الاف دي لو حللناها القوتين، واحده افقيه تشد كده F1 والثانيه كده اسمها ايه؟ F2. هي دي اف كوزين ولا ساين؟ الزاويه اهي، جيب التمام مطرح ما تنام الزاويه، جيب التمام مطرح ما تنام الزاويه، يبقى دي الكوزين، دي الجيب التمام. يبقى الاف 1 دي اللي هي هتبقى القوه دي هتبقى اف 1 في مين؟ في كوزين الزاويه.
اكيد اف 1 كوزين الزاويه دي اكيد بيساوي الاف 2 ده. ليه؟ عشان تبقى محصله القوه بصفر، فيبقى ماشي بسرعه منتظمه. حلوه. الاف دي حللها الاثنين، واحده افقيه والثانيه راسيه. اكيد الافقيه بتساوي اللي قدامها دي، عشان يبقى الاثنين محصلتهم بصفر، فيبقى ماشي بسرعه منتظمه. ما طالما سرعه منتظمه يبقى ما فيش عجله، يبقى محصله القوه بصفر. في قوه، امال ازاي؟ بس محصلتهم بكام؟ بصفر. ماشي. اوكي، فين بقى السؤال؟ ما التغير الذي نجريه على مقدار الزاويه سيتا؟ ما التغير الذي نجريه؟ انت مش شايف السؤال صح؟ ما التغير الذي اهو كده حلو. ما التغير الذي نجريه على الزاويه سيتا؟ نعمل اف سيتا، ايوه، حتى يستمر الصندوق في التحرك بسرعه منتظمه. انت عايز تقلل اف 2 دي؟ انت عايز دي تقل، يبقى اكيد المقدار ده كله لازم هو كمان يقل عشان يفضل السرعه منتظمه. بص، مش ده بيساوي ده؟ مش الافقي ده اف كوزين ده بيساوي ده؟ طب انا قللت ده، لازم تقلل ده. ليه؟ عشان تفضل زي ما انت سرعه منتظمه. قال لك بس بعد اذنك، يعني بعد اذنك اذا سمحت، يعني معلش، يعني ما تلعبش في الاف 1 خلاص. العب في دي، اعمل فيها ايه دي؟ زودها. اعمل ايه؟ قلل الزاويه، قلل الزاويه. ليه؟ كل لما تقلل الزاويه سيتا دي كل لما المقدار ده كله ايه؟ هيقل. الاجابه هنقلل الزاويه سيتا. قلل الزاويه عشان خاطر كوزين 60 كوزين 30 اكبر، يبقى كل لما بقلل الزاويه دي كل لما المقدار ده كله يقل، فبالتالي ده يقل معاه. انت دلوقتي عندك جسم بيتحرك تحت تاثير قوتين، اللي على الشمال دي قلت، اعمل ايه في اللي على اليمين عشان تفضل نفس الحاله هي؟ قللها. طب قال لي ما تلعبش في اف 1، طب اعمل ايه تاني؟ العب في السيت، قللها. قلل الزاويه. آلة حاسبه كده، شوف الزوايا لما بتقل بيحصل ايه للكوزين. يعني كوزين 60 بكام؟ كوزين 30 بكام؟ ماشي؟ خلاص كده. يبقى كل لما الزاويه بتقل كل لما الزوايا بتقل كل لما الزوايا بتقل كل لما بس كده استنى. هو عشان المقدار ده كله يقل الزوايا دي لازم هنا تزيد. معلش اسف يا جماعه، سيتا دي تزيد، الزاويه تزيد. هات لي كده كوزين 60 بنص، طب كوزين 30 8 من 10، فانا لما بقل الزاويه بتقل المقدار بيزيد. لا، لما بقلل الزاويه المقدار ده كله كده ايه؟ يزيد. بعد اذنك يبقى احنا ايه؟ هنزود الزاويه، زياده الزاويه. عايز تقلل المقدار ده كله، زود الزاويه، زياده الزاويه سيت. استعنا بالله، توكلنا على الله. ادي اول امتحان ما كملناش فيه نص ساعه، ان شاء الله الامتحان التاني يكون كده لذيذ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا مع الامتحان التاني ان شاء الله يا شباب، نكمل بعضنا كده. احنا مع الامتحان التاني. سقطت رأسيا كرتان متماثلتان سقوطا حرا من اعلى ناطحه سحاب، حيث سقطت الكره الثانيه بعد ثانيه واحده بس من الاولى. واحد واقف ماسك الكره رماها، بعد ثانيه رمى الكره الثانيه، وهما الاثنين نازلين ورا بعض. المسافه اللي بينهم بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ ولا طبعا بتقل، دي مستحيل. ماشي، مستحيل تقل. واحد مسك كورتين ورماهم، رمى واحده وبعد ثانيه رمى الثانيه. ايه المسافه بتزيد؟ ليه يا مستر بتزيد حبيب قلبي؟ لان هنا بمنتهى البساطه الدي اللي انت بتتحرك بيها بتساوي في اي تي زائد نص اي، او خليها نص جي تي تربيع. هي هنا الدي المسافه اللي نازله بينهم دي عماله بتزيد عشان واقفه على مربع الزمن، مش واقفه على الزمن. عايزك كده سريعا كده من غير ما نخش في تفاصيل كبيره، لو انت بتفكر جدع شاطر بتفكر سريعا ما تجيب لي الدي بعد ثانيه، وجيب لي الدي بعد ثانيتين، جيب لي الدي بعد 3، جيب لي الدي بعد 4. يلا كده. واحد رمى جسم يا باشا، بعد ثانيه هيبقى نص جي تي تربيع، يبقى نص في 10 في 1 تربيع، يعني 1 نص في 10 بكام؟ 5، تبقى 5 متر. الثانية نص في 10 يعني 5 مضروبة في الزمن الثاني تربيع، 2 تربيع بكام؟ ب4، 5 في 4 بكام؟ ب20. يلا اللي بعديها نص في جي اللي هي 10 مضروبة في 3 تربيع اللي هي كام؟ 9.
دول يطلعوا كام يا جماعه؟ 45 متر. محدش عايز حاجه؟ لاحظ يلا. نص في جي اللي هي 10 في الزمن تربيع، 4 تربيع بكام؟ 16. 5 في 16 بكام؟ ب 5 في 80. دول 80. مش عايز حاجه؟ لسه ما لاحظتش؟ بقى يا رخم يا. من 5 ل 20 في مسافه، من 20 ل 45 مسافه اكبر، من 45 80 مسافه اكبر. طول ما لازم مسافات عماله تزيد. يعني انت لما تبقى انت رميت واحد، تمام، بعد ثانيه رميت واحد، اصبح ده بقى ماشي كام؟ 20 وده كام؟ 5. طب بعد كمان ثانيه الجسم المتاخر بقى 20 والتاني بقى كام؟ 45. طب بعد كمان ثانيه الجسم المتاخر بقى 45 والتاني بقى كام؟ 80. فالمسافات عماله بتزيد. علل فهمني بقى الكلام. هو اولا الرياضه اهو قدامك اهي، فاش فهمني. لكن عشان ابقى بس مقتنع، هو هنا الدي طردي مع التي تربيع. كل ما الزمن بيزيد كل ما المسافه عماله تزيد بعلاقه تربيعيه. الاجابه طبعا هنا يا جماعه المسافه ديت تزداد. علم بقى معايا بقى يا اخي بقى، تزداد. 2. الشكل البياني قدامك ده يمثل، حلو السؤال ده يا جماعه، حلو السؤال ده. الشكل ده يمثل علاقه بنت بتجري في مضمار سباق مستقيم بمرور الزمن. اي من الاختيارات التاليه صحيح؟ عايز السرعه اللحظيه بعد 25 ثانيه. ادي 25 ثانيه. اطلع 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 اطلع. السرعه اهي، انزل 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 انزل. كام دي يا جماعه؟ 10 10 10 10. فين 10؟ ج ودال. ماشي. احكم بالتانية يلا. السرعة المتوسطة خلال 25 ثانية. حاضر. خلال 25 ثانية عايز السرعة المتوسطة تبقى الإزاحة الكلي على الزمن الكلي. الإزاحة الكلي على الزمن الكلي. فين الإزاحة الكلي؟ أهو. الزمن الكلي 25. هات لي بقى الازاحه الكليه. اجيب الازاحه ازاي؟ هات لي المساحه هنا. المنظر اللي قدامك ده مستطيل، والمنظر اللي قدامك تحت ده هنا كده مثلث. وانت عارف لو عايز تجيب الازاحه في علاقه بين سرعه وزمن تبقى تجيب المساحات. يلا بالله عليك اسبقني بقى، بالله عليك. بص كسر الدنيا يلا. من 10 ل 25 يبقوا 15. 15 في 10 دول يبقوا 150. طب نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة دي من أول 0 لغاية 10 يبقى 10. نصها كام؟ 5. 5 في 10 بكام؟ 50. يبقى دي 50 ودي 150. مجموعهم كام؟ 200. تبقى الإزاحة الكلية كام؟ 200. اقسم ال 200 على ال 25. اقسم ال 200 على ال 25 يطلع كام؟ 8. تبقى السرعة المتوسطة 8. تبقى الإجابة يا باشا مين؟ ج. 3. لو اتحرك جسم في محيط دايره بحيث تكون ازاحته بعد نص دوره 2 باي. جسم اتحرك على محيط دايره وازاحته بعد نص دوره كده، يعني يمشي كده، يبقى نص القطر ده كده. عمل ما هو الازاحه يا جماعه، ما هو معلش الازاحه من هنا لغايه هنا ده القطر، تمام. من هنا لغايه هنا ده كده القطر. القطر كام؟ 2 باي. يبقى نص القطر بس كام؟ باي. انا كده قريت وقفت. واحد اتحرك نص دايره، نص دوره، عمل 2 باي. 2 باي يبقى نص القطر بس ده كام؟ باي. تبقى المسافه المقطوعه خلال نص دوره كام؟ والله في نص دوره يقطع مسافه، ايوه بالعربي اهي، نص في المحيط. المحيط اللي هو مين يا جماعه؟ خليها معلش مش هينفع دي فيها عربي، لازم انجليزي. المحيط ده اللي هو مين؟ نص في المحيط اللي هو 2 باي في نص القطر اللي احنا جبناه مين؟ باي. تروح الاثنين مع الاثنين اتبقى باي في باي بباي تربيع. باي تربيع باي تربيع. يلا اللي جايه حلوه. واضحه عندك؟ واضحه ان شاء الله، واضحه. القدمه ذات الورانيه، ايوه، اول رقم واقف فيها عند كام؟ قبل الثلاثه. شوف الصفر ده كده، انا مش عارف باين عندك الصفر واقف قبل التلاتة. قبل التلاتة يعني 2 وكام؟ 2.9. ما هو قبل التلاتة 2.9. الصفر واقف قبل التلاتة بين 2.9 و3، يبقى 2.9 و
الصفر ده واقف عند الرقم فاخترت 2.9. طيب افضل بقى ماشي كده، هو مكبرها لك اهي. طبعا صعب السؤال يجي في امتحان قوي، عايز رسم وعايز الوان، يعني صعب وعايز مساحه. ففي 20 سبب يخلوه ما يجيش في امتحان الا اذا جه مكتوب، يعني يبقى اوضح. الصفر الثاني بقى يا باشا، او الخط المستقيم الثاني واقف عند الستة، فتحط هنا كام؟ 6. يبقى العلامتين دول، واحده واقفه بين ال 2.9 والتلاته، يبقى 2.9، والتانيه واقفه عند الستة يبقى 9. دي كده يا جماعه القرايه اللي انت قريتها بيسموها الاكس. هو مديك في المساله الاكس او القطر الحقيقي، اطرحهم من بعض تجيب لي مين؟ الدلتا اكس. الدلتا اكس اكس او ناقص اكس. يا سلام، في الايام زمان دي الاكس او القيمه الحقيقيه 2.98 ناقص اللي انت قستها كام؟ 2.9، والصفر الخط المستقيم الثاني واقف على الستة، هو بدك 6 اهي، 6 اهي، اطرحهم من بعض يطلع 2/100. ده الدلتا اكس. هو عايز الخطأ النسبي، عايز الار، عايز الخطأ النسبي، عايز الار. تقول له الار بتساوي دلتا اكس على اكس او، بتساوي الدلتا اكس يا معلم فين؟ 2/100، واقسم على الاكس او اللي هي كام؟ 2.98. آلة حاسبة هيطلع 1/149. 1/149. استعنا بالله. اللي بعده اللي بعديه بقى ده ايه كده؟ في لخبطه شويه في الامتحان، دخلنا في امتحان تاني مره واحده، فانا هضطر بقى ايه، معلش 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 معلش. بالترتيب يا جماعه كده ماشيين مع بعض. السؤال بيقول 5. طبعا يا جماعه اللي معاه البي دي اف اللي انا بعته مش في جزء مفقود في البي دي اف، فانا مصوره دلوقتي قدامك اهو. اللي معاه كتاب الامتحان ورقي خلاص اوكي. اللي مش معاه كتاب الامتحان وعلى البي دي اف، تقريبا البي دي اف اللي موجود ناقص الامتحانات من اول الثاني لغايه السادس، فانا مصوره اهو وشغال تشتغل عليه. اي من الاشكال التاليه يوضح تحليل متجه ايه. هو اي متجه بيتحل يبقى كوزين وساين، افقي وراسي اهو. دي طبعا مش باينه معلش شويه. ادي ايه؟ ادي المتجه ايه اتحلل لواحد كده وواحد كده، الاجابه د. طبعا ده متجه ماشي كده فيتحلل ازاي 2 كده؟ دي غلط. ده متجه برده شغال كده، يتحلل ازاي كده وكده؟ غلط. ده متجه ايه ماشي كده فيتحلل ازاي؟ دي كلهم غلط. السؤال بس مش واضح شويه. اي رسمه من الاربع رسومات دي جسم يبدا حركه بس بسرعه مش بتساوي صفر، مش بتساوي صفر، مش بتساوي صفر، كده يبقى الف ويبقى ج. وتحرك بعجله منتظمه موجبه، يبقى ج. ما هو اولا استبعد ب عشان بدا من الصفر، واستبعد د بدا من الصفر. ده ما بداش من الصفر، ده ما بداش من الصفر، بس ده بعجله سالبه وده بعجله موجبه، هو عايز الموجبه، يبقى الاجابه ج. 7. عايزني اجمع اكس وواي بس واحده بالمايكرو ثانيه، واحده بالمايكرو ثانيه. اضرب في 10 اس -6، والثانيه بملي ثانيه اضرب في 10 اس -3. وبعدين انت بتضرب كده حط اقواس، وبعدين حط زائد، وبعدين حط معلش لازم اقول الكلام ده عشان خاطر حبايبي اللي بيغلطوا. ممكن يكون وقت حد قاعد مش الطريق اللي يضحك يقول ايه يا مستر ده انت بقى خلاص بقى هضرب واضرب وهجمع، ما فيهاش حاجه يعني، هضرب واجمع. لكن في طلبه ما بتعرفش تضرب وتجمع على الاله الحاسبه. 1500 في 10 اس -6 اهي، 1500 في 10 اس -6 والكلام ده بين قوسين، زائد الثاني كام؟ 250 اهو، 250 في 10 بين قوسين، واجمع تطلع الاجابه الف. سؤال رقم 8. عربيه ماشيه على طريق افقي بسرعه ثابته، ثابته تاني، يبقى مستر جملتين وش. العجله بصفر ومحصله القوه بصفر، ماشي. اتأثرت بقوة احتكاك 1500، في احتكاك مع الأرض بين الأرض والعربية 1500، أكيد قوة موتوري 1500 عشان أتغلب الاحتكاك. طب لو قوة موتوري أكبر يبقى أنت بتتحرك بعجلة. لا 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 لا، أنا ما عنديش عجلة خلاص، يبقى أكيد قوة الموتور هي كمان كام؟ 1500. السؤال اللي جاي. يتحرك جسمي وعلاقه مش عارف ايه، عايزين نجيب السرعه بعد 2 ثانيه، عايزين نجيب السرعه بعد 2 ثانيه. سهله حبيبي،
سهله يا باشا. ربع الطرفين، حاضر. مشبه بالمعادله الثانيه، حاضر. اطلع بره اعملها، اطلع بره اعملها سريعا كده، سريعا. طبعا بعض الطلاب هيجيبوا ده لوحدهم. بص، انا اول ما اكتب السؤال هيجيبه لوحده. بص كده، السؤال بيقول ان تي بتساوي 2/3 جذر دي. حبيب قلبي اللي حافظ مني في السنتر كنت بقول له ايه؟ الحاجه اللي تضايقك مشيها، الجذر مضايقك مشيه. يبقى تعمل ايه؟ تربيع للطرفين. فالتي تبقى تي تربيع بتساوي 2 تبقى 4 3 تبقى 9 والجذر ضرب ادي. خد الأربعة على 9 وديها هناك بالمعكوس الضربي عشان يتبقى مين هنا لوحده؟ الدي. أنا عايز الدي بتساوي 4 على 9 تروح هناك 9 على 4 معكوس ضربي. يعني أكني هضرب دي في 9 على 4 واضرب دي في 9 على 4. تروح الأربعة مع الأربعة والتسعة مع التسعة تبقى مين؟ دي. هنا بقت كام؟ 9 على 4 مضروبة في مين؟ مضروبة في تي تربيع. شبه دي بالمعادلة اللي انت حافظها اللي هي دي بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. اعمل يلا عملية تشابه. هل الفي اي في زيها فوق؟ لا، تبقى الفي اي دي بكام؟ صفر. تعالى حبيبي، هل بص كده، بص كده، النص ايه بتساوي كام؟ 9 على 4 كده. يبقى يا جماعه النص ايه بيساوي كام؟ 9 على 4. هتروح دي على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، اهو 9 على 2 تطلع العجله ب4.5 متر كل ثانيه تربيع. جبت العجله وجبت الفي اي اهو، جبت الفي اي بكام؟ صفر. جبت العجله بكام؟ 4.5. انت عايز ايه بقى يا مان؟ انا عايز السرعه بعد ثانيتين. في اف تساوي في اي زائد اي تي. الفي اي ده بكام؟ صفر فوق اهو. طب العجله بكام؟ 4.5. طب والزمن بكام؟ الزمن ب2. 4.5 في 2 الاجابه 9 متر كل ثانيه. تتحرك سيارة في خط مستقيم بعجلة منتظمة فإذا تغيرت سرعتها من 10 إلى 90. يعني بص، سرعتها كانت 10 متر كل ثانية. جماعة السؤال اللي فات قلنا كام؟ 9 اهي. جماعة واحد كان سرعته 10 بقت 90 كيلو متر كل ساعة. حول اضرب في 5 على 18 تطلع 25 متر كل ثانية. حولت خلاص يا مان. عايز العجلة، حاضر. 25 تالتة اعدادي في سرعة نهائية ناقص ابتدائية على زمن 25 ناقص 10 15. 15 على 20 تطلع 3/4 75 وموجبة. الإجابة ألف. في مباراة كرة السلة واحد لاعب بيحدف كورة، الكورة دي مايلة على الأفق بزاوية 30 أهي. بين الكوره وبين السله 7 متر. اقصى ارتفاع ده اتش ده عايزينه، والسرعه الابتدائيه اللي هيقذف بيها الكوره كام عشان تقع في السله دي. يا سلام، يا سلام على الفيزياء ورخامتها وقرفها. بس بيقول لك ايه في الاخر؟ ها تقريبا. عشان انت دلوقتي هتشتغل معايا وهتقفل الفيديو وتشتغل على حاسبه زي كل مساله هتجيب ارقام تقريبيه. هو قال لك تقريبا، انا اعمل مال انا يا عم الحاج. خلاص ماشي. استعنا بالله، استعنا بالله. حبيب قلبي، انت عارف ولا مش عارف القاعدة الذهبية اللي بتقول اشتغل على المعطيات، مالكش دعوة بالمطلوب. اشتغل على المعطيات. قاعدة مستر وائل، اشتغل على المعطيات، انسى المطلوب. ماشي. انا المعطيات عندي مين؟ بيديك البعد ده. مين يا جماعة البعد ده؟ ار، والار بتساوي في اي اكس السرعه الافقيه مضروبه في مين؟ في التي. قانون، يلا احفظ كده معايا. الار ايوه بتساوي، فك الفي اي اكس تبقى في اي كوزين الزاويه اللي هي كام؟ 30 مضروبه في التي، والتي دي اللي هي -2 في اي واي على جي. يلا نعوض يا مان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فين القلم؟ ثانية واحدة. استعنا بالله. الار بكام؟ 7 بتساوي الفي اي بكام؟ معرفش. كوزين 30 كوزين 30 على الجي بكام؟ ب10. والمفروض احط -10 -10 مضروبه في -2 في في اي مضروبه في اي واي اللي هي في اي ساين الزاويه. ساين كام يعني؟ 30. بقت كلها ارقام. طبعا مبدئيا كده هيروح السالب ده مع السالب ده. تمام. طبعا انا هضرب الفي اي في الفي اي يطلع في اي تربيع. ماشي. يساوي كوزين 30 في 2 في ساين 30 كلهم في البسط. تعالى بقى كده لحظه. في هنا كام؟ 7. ماشي. ال10 هنا في المقام مقسومه تروح تعدي عند ال7 مضروبه 7 في 10. والكوزين والاثنين والساين هنا في البسط مضاريب بيجوا هنا يا عيني غصب عنهم مقاسين. تبقى كوزين 30 في ساين 30 في 2. واوعى تنسى تحط هنا كده الاقواس كده تقفل عليهم كده. كل الكلام ده بعد اذنك في اي تربيع. يعني ايه؟ يعني كل الكلام ده بعد اذنك انا لسه هروح اجيب له مين؟ جذر آلة حاسبة. 7 في 10 ب70 على كوزين 30 في ساين 30 في 2. عملت ايه يا مستر؟ عوضت في قانون الار ب7، الفي اي اكس يعني في اي كوزين 30 والتي عوضت بيها، بس خدت اللي في البسط هنا ارقام جبتها هنا مقام، وخدت ال10 في مقام جبتها بسط، وكل الكلام ده تحت الجذر. تطلع الفي اي بكام؟ تقريبا 8.99%. فنقربها تطلع كام؟ 9. كده الاجابه لا الف لا ب. فاضل لك الهاي. عايزين نجيب الهاي. حاضر. الهاي بتساوي سالب في اي واي تربيع على 2 جي. 2 في جي اللي هي -10 عشان السالب ده يروح مع السالب اللي فوق ده. اتبقى في اي اللي احنا لسه جبناها بكام؟ ب9. طب فوق بس مش دي في اي واي يعني في اي واي دي يا جماعه اللي هي في اي ساين الزاويه، والزاويه عندك بكام؟ 30. والفي اي لسه هنا بكام؟ ب9. يبقى 9 ساين 30. يبقى هتعوض عن الفي اي دي ب9 فيبقى 9 في ساين 30 والكل ده كله كام؟ تربيع. طبعا ساين 30 دي بنص. نص في 9 بكام؟ ب4.5. يبقى 4.5 تربيع والكلام ده كله مقسوم على 2 في 10 دي يعني كام؟ 20. يبقى 4.5 تربيع على 20 تطلع الإجابة 1.0 يعني تقريبا 1. فتبقى الإجابة كلها كام؟ ألف. دي مسألة تقيلة صراحة. هبعد كده وعايز تصور الإجابة سكرين شوت تخليها معاك في موبايلك أهو. ماشي. هبعد كمان كده. عايز تخلي المسألة عندك؟ ماشي. عايز تعملها تاني لوحدك حالا دلوقتي؟ يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. السؤال اللي جاي. واحد قذف جسم بزاويه 75 فوق الافقي وتم قذفه مره اخرى بنفس المقدار الابتدائيه ومن نفس المستوى بزاويه 15. يبقى المدى الافقي مش هيتغير. ليه؟ عشان الزاويتين دولت مجموعهم كام؟ مجموعهم 90. لما احذف حاجه بزاويتين متتامتين يبقى البعد الافقي 1. لما احذف حاجه بزاويتين بيتموا بعض يبقى البعد الافقي بتاعه هيبقى 1. احمد ضربك وجري، ضربته بزاويه 30 زي ال60. المساله اللي جايه. اي قانون من الاربعه دول صح؟ دي معادله الابعاد. افضل بقى اشتغل لغايه لما تثبت ان القانون دوت صح. ده اصلا قانون عندك في الترم الثاني. اف بتساوي ام في تربيع على ار. افضل حط. تعالى يا عم دلوقتي بسرعه، تعالى بسرعه. الاف ده اللي هو القوه، ابعادها ايه؟ حافظينها. ام ال تي -2. سهله يا عم الحاج دي تطلع ام ال تي -2. عايزين بقى نجيب الطرف ده. يلا. ام في تربيع على ار. الطرف ده ام في تربيع على ار يساوي ايه؟ واحده واحده بقى كده يا معلم. واحده واحده كده سريعا كده في السريع. يلا. يساوي شد كسر الام
مضروبه في السرعه تربيع، السرعه ال تي سالب 1. لا يا مستر السرعه ام ال تي سالب 1 الام دي الصفر يا حاضر. ال تي سالب 1 طب ربعها ربعها ربع ال تبقى ال تربيع ربع تي سالب 1 تبقى تي اس كام؟ سالب 2. الار نص القطر اللي هو مين؟ ال يساوي كام؟ كل الكلام ده يساوي كام؟ بص كده يا مان، ام على تنزل ال تربيع على ال اتبقى ال تي سالب 2 تنزل سالب 2. الله ده طلعت مين؟ قوه زي دي اهو زي دي، فيبقى الطرف اليمين بيساوي الطرف اللي على الشمال. السؤال ده كان جاي تقريبا في الامتحان الشامل بتاعي من شهر ولا حاجه. السؤال اللي جاي، عربيه ماشيه في خط مستقيم استغرقت رحلتها 3 ساعات. الرحله كلها 3 ساعات. سرعتها المتوسطه في الساعه الاولى 90، وفي الساعتين الاخرانيتين يعني 3 ساعات، اول ساعه قعد مشيت بسرعه متوسطه 90، في الساعه الثانيه والثالثه مشيت بسرعه اسمها في مجهوله وعايزها، علما بان الرحله كلها كانت سرعتها المتوسطه 75. نعمل ايه ايها الانسان؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي لو ركزت معايا شويه عشان نخلص. استعنا بالله. استعنا بالله. بص يا باشا، واحد عمل رحلة 3 ساعات. واحد عمل رحلة 3 ساعات. هو هنا أكيد الإزاحة اللي أنت مشيتها بتساوي الإزاحة الكلية، بتساوي الإزاحة الأولى زائد الإزاحة الثانية. هو هنا أكيد الإزاحة الكلية اللي أنت مشيتها بتساوي الإزاحة الأولى زائد الإزاحة الإيه؟ الثانية. ماشي. دي بتساوي ايه؟ سرعه في زمن. السرعه متوسطه في الزمن. ماشي. ودي سرعه متوسطه في زمن. طب ودي سرعه متوسطه في زمن، بس طبعا ده الحاله الاولى وده الحاله الثانيه. ماشي. السرعه المتوسطه الكليه اللي كان ماشي بيها كام؟ 75. الزمن كله قد ايه؟ 3 ساعات. اول جسم سرعته كانت كام؟ كانت 90. مشي قد ايه؟ ساعة. التاني سرعته كام؟ معرفش. مشي قد ايه؟ ساعتين. خلصت. والنبي بقى يا مستر انت عملت لي معادلة فيها مجهول وانا فهمتها، بس هيجي على بالي منين ابدا بدي؟ يا ابني اشتغل على المعطيات اللي عندك يا ابني، ما قلناها خلاص. مديك سرعة وزمن، فاضل مين؟ الازاحة. يبقى الازاحة واحد مشي ازاحة كلية، اكيد الازاحه الاولانيه زائد الثانيه لما اجمعهم تطلع الازاحه الكليه. بس خلاص. يلا يا مان، ده يطلع كام؟ ده 225. 90 في 1 بكام؟ ب 90. هات المقدار ده كده، هات المقدار ده كده هنا بعكس الاشاره. يبقى كام؟ سالب 90 يساوي. ايوه يا مان معاك اهو. اتبقى هنا كام؟ 2 في 2. اقسم الطرف ده على 2 واقسم الطرف ده على 2. يلا يا جماعه، 225 ناقص 90 على 2 تطلع الاجابه كام؟ يلا آلة حاسبه ما تنساش اقول الاجابه. تقريبا 67 ونص. الاجابه ب. بسم الله. السؤال اللي جاي، عايزين نحلل ال 16 ل 2، واحده افقي وواحده راسي. حاضر. 16 اهي، 16 اهي، عايزين نحللها ل2، واحده افقي وواحده راسي، علما بانه بيميل هنا بزاويه كام؟ 50. دي تبقى كام؟ 16 كوزين 50. دي تبقى كام؟ 16 ساين 50. شوف يطلع كام ويطلع كام. فسر لماذا تقل سرعه الجسم المقذوف راسيا لاعلى؟ لانه بيتحرك بعجله تنافسيه ايه؟ سالبه. حبايب قلبي اكتفي بهذا القدر كده. معاك الامتحان الاول والثاني، استعن بالله ولا تعجز. حلهم تاني. ايه؟ حلهم تاني، ده واجبك دلوقتي كانك قاعد بتاكد المعلومه. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم يا رب دايما يا رب دايما. انتظر مني الفيديو اللي جاي على طول، الامتحان الثالث والرابع، هتلاقيه ان شاء الله على يوتيوب او على المنصه بتاعتي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.